عادية في بنفس التهم هذه، وتم الحكم عليه 3 أشهر. لم ترضى وزارة الداخلية بهذا الحكم، فأحالته إلى المحكمة الأمنية، فاتهمته اتهامات عدة، منها التواصل مع منظمات أجنبية، تأديب الرأي العام السعودي، إنشاء جمعيتين غير مرخصة اللي هي حسم ومرصد حقوق الإنسان. هذه من ضمن التهم التي أرادت بها إسكات صوت الناشط الحقوقي وليد أبو الخير. أنت أيضا أخت الناشط الحقوقي المعتقل أيضا رائف بدوي، ماذا يمكنك أن تقولين عن قضية السيد رائف بدوي؟ رائف بدوي ظلم، ولا يستحق شاب في عمره أن يحكم عليه بمثل هذه السنين. أتمنى أن تنظر السلطات في أمره، فهو شاب في مقتبل العمر ويحب هذا الوطن ويريد مصلحة هذا الوطن، وأتمنى أن يكون هناك شيء مختلف بخصوص رائف. ما هي المشاكل والصعوبات التي يواجهها المطالبون بالإصلاحات والمدافعون عن حقوق الإنسان بالسعودية؟ من أهم الصعاب التي يواجهها الآن مدافعون حقوق الإنسان في السعودية هو أمرين. الأمر الأول قانون الإرهاب الجديد، والأمر الآخر اللي هي المحاكم الأمنية التي تصدر أحكام مخيفة دون حساب أو رقيب. هذه المحكمة تحدثت عنها منظمات دولية بأنها محاكم تفتقر للمعايير الدولية. أيضا للأسف قانون الإرهاب الجديد أصبح الآن يسلط بشكل جدا قوي لضرب الناشطين وإثنائهم عن نشاطهم الحقوقي وإسكاتهم. فبالتالي عندما تحكم الحكومة السعودية على الناشطين بمثل هذه السنوات الطويلة، بالتأكيد بطريقة أو بأخرى سيكون هناك ردة فعل من ناشطين آخرين، وذلك ما نشهده في تويتر في بعد هذه الأحكام المفجعة التي حصلت. نشهد انخفاض في الأصوات السعودية، لكن صبر وليد أبو الخير ووقوفه وعدم استجابته للمحكمة الأمنية، صبر الدكتور عبد الله الحامد، صبر الدكتور عبد الله محمد القحطاني، صبر آلاف السجناء سواء في القطيف سواء في كل مناطق المملكة، هذا سيعطي الأمل من جديد، ولن تنجح وزارة الداخلية في أن تجعلهم يخافون بهذه الطريقة. قبل السيد وليد أبو الخير اعتقلت السلطات تقريبا جميع أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية المعروفة اختصارا بحسم، وأصدرت في حقهم أحكاما ثقيلة بالسجن بعد محاكمات انتفت منها شروط العدالة، ولا زالت التحقيقات والمضايقات مستمرة مع الباقي. هل السجن هي النتيجة المحتومة في السعودية لكل الناشطين الحقوقيين والمطالبين بالإصلاحات؟ نعم للأسف، لأنها هي الطريقة الحتمية لأي طريق حقوقي. عندما تكون في المستوى الذي لا يزعجهم لا يعتقلونك. عندما تصل لما وصلت إليه جمعية حسم وأعضاء جمعية حسم الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني وغيرهم كثير، والآن ما زال عدد منهم يخضع إلى تحقيقات حتى إلى لحظة قريبة، وتهديد بالاعتقالات أيضا. اللغة الوحيدة التي تفهمها وزارة الداخلية أنه يجب أن يعتقل هذا الحقوقي ويجز في السجن، وتصدر بحقه أحكام مخيفة. يعني عندما يحكم الشخص ل10 سنوات و15 سنة، الذي حكمه سيموت، فمن سيبقى في هذه السجون؟ لكن هنا في رسالة معينة أريد أن أوضحها، بأن حكومة المملكة العربية السعودية عندما تعتقل ناشطين حقوق الإنسان السلميين بهذه الطريقة ستفتح باب كبير للعنف، لدعاة العنف. لا يوجد عندما تعتقل كل من يريدون المطالبة بحقوق الإنسان بالطريقة السلمية، ستفتح البيبان لمثل داعش وغيرها بأن يثبتوا بأن التغيير يجب أن يأتي بالعنف ويجب أن يأتي بالقوة. سؤال أخير،
تبع الجميع مداخلتك شجاعة أمام مجلس حقوق الإنسان. السيد الرئيس، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مع مرصد حقوق الإنسان في السعودية أتحدث إليكم عن الحقوق السعودي المعتقل وليد أبو الخير وعن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة. وليد أبو الخير محامي ناشط سعودي قضى 8 سنوات من عمره مدافعا عن حقوق الإنسان مكافحا من أجل الحرية والعدالة في وطنه. وليد تصنفه السلطات السعودية بأنه إرهابي وحكمت عليه بذلك بينما هو مسالم مهموم بمستقبل وطنه. أتحدث إليكم كسجينة سابقة قضت في السجن 7 شهور من أجل المطالبة باستقلال. There is a point of order. Saudi Arabia, you have the floor. أنا السيد الرئيس، مع تقديري لمجلسكم الموقر ولأهمية إعطاء الفرصة لكل المنظمات المجتمع المدني للحديث تحت هذا البند الرابع، إلا أني أنا أعتقد بأن تناول قضايا محددة وأسماء محددة أمر غير مقبول، خاصة وإذا كانت هناك أحكام قضائية وصدرت أو لا تزال هذه القضية تنظر من قبل القضاء. إضافة إلى ذلك سيد الرئيس، أود من مجلسكم أو مكتبكم الموقر أن يتأكد من أن المتحدثة التي تتحدث الآن هي جزء من هذه المنظمة التي تتحدث، وأنكم اطلعتم على كافة الأوراق الخاصة بها. شكرا. All the documentation has been properly observed. Thank you. Yes, we have ensured that the NGOs speaking are all accredited NGOs and that the speakers have been duly accredited by the NGOs themselves. Of course, as regards the speaker, we would request that the speaker maintain stick to the agenda item and maintain the decorum of this council while speaking. I give the floor back to the Americans for Democracy and Human Rights to Bahrain. أتحدث إليكم كناشطة حقوقية قال لها زوجها وليد في اليوم الأول: لا أدري متى يعتقلونني وكم هي مدة الاعتقال، لكننا معا سنكمل مشوارنا الحقوقي. قمت معه برفع دعوى قانونية للمطالبة بحق المرأة في الانتخابات وأخرى بالمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة. ساعدنا الكثير من النساء المعنفات. Point of order by Saudi Arabia, you have the floor. كما سبق أن قلت، نحن نتحدث عن حالة محددة، ولا أفهم إذا كان هذا المجلس وفي هذا البند يناقش حالة محددة في حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تم اتخاذ قرار مسبق بشأنها. شكرا السيد الرئيس. As far as I understand, the NGO does have a right to speak on the agenda item under discussion within the time limit that's permitted, and speakers are expected to raise issues or comment on the human rights situations that require the Council's attention, including a human rights situation at the country level. So I'll give the floor back to the speaker with the request that she adheres to the agenda item. السيد الرئيس، أطالب المجلس أن يحمل الحكومة السعودية المسؤولية القانونية والأخلاقية لأنها عضو في مجلس حقوق الإنسان، كما أطالبكم بالتدخل بالإفراج عن وليد أبو الخير وكافة زملائه من معتقلين الرأي. وليد يمثل حالة من حالات كثيرة لانتهاك حقوق الإنسان في السعودية، والحكومة السعودية تريد أن توجه للناشطين هذه الضربة لإسكاتهم وإثنائهم عن نشاطهم الحقوقي، والمجتمع قلق لذلك. وليد في السجن منذ 5 شهور، سجن انفراديا حينما وجرى ضربه ونقله 4 مرات من سجن إلى آخر بعيدا عن مدينة أهله. يعاني حاليا من إهمال صحي لكنه لم يستسلم ويكرر صمود. شكرا سيد الرئيس. استأنفت قراءة كلمتك
رغم محاولة مندوب المملكة العربية السعودية منعك من الكلام. ما هو تعليقك على ذلك؟ يحق لمندوب المملكة أن يقاطع، له الأحقية، لكن كنت أتمنى عندما يقاطعني أن يقاطعني بحجج واضحة، بحجج صحيحة، لا أن يقاطعني 3 مرات ويبين بأن حكومة المملكة العربية السعودية ضعيفة في حججها، لا تستطيع أن تعطي حججا قوية، وخاصة ونحن في مجلس حقوق الإنسان، نحن في أكبر مكان يعتبر حتى نناقش قضية معينة. له الحق، لكن كان يريد تضييع الوقت بطريقة أو بأخرى، لكنني أتمنى أن أكون نجحت في إيصال صوت معتقلين الرأي لدينا في السعودية، وخاصة زوجي وليد أبو الخير، لأنه لا يستحق أن تعامله الدولة بهذه الطريقة وتحكم عليه سجن 15 عاما فقط لأنه يدافع عن حقوق الإنسان، وكان نصيرا لكل مظلوم. لم يقل ما هي هويته أو ما هي جنسيته أو ما هي حتى أو ما هو معتقده. فأتمنى أن أكون نجحت في إيصال الرسالة المعينة.